تعالوا خدكم معايا الامتحان وشوفوا ايه اللي حصل. السلام عليكم. يا ترى يا مصطفى قبل ما تروح الجامعه الامتحان هيبقى سهل ولا صعب؟ هيتحط عليك ولا مش هيتحط عليك؟ رب ما يتحطش عليا. جري يا درش، الحق المواصله. الحمد لله الاتوبيس اهو. ثانيه واحده لو سمحت. وربنا الساعه 11 يا رب اوصل. طبعا وانت طول ما انت متاخر على مشوار مهم، يا اما السواق يروح يفول يا اما الطريق يبقى زحمه. بجد من كتر التوتر حاسس ان انا جالي كرشه نفس. انا اتاخرت نفسي. انا اللي اخرت نفسي. انا عرفت ايه اللي عامل لي كرشه نفس. ما طلعش ان انا قلقان، البنطلون ضيق، لازم اخس. هنا بالظبط وصلت الحمد لله، بس كان فاضل لي دقيقه بالظبط والامتحان يبتدي. انا عمال اجري كده حاسس ان المعلومات وقعت من دماغي، حاسس انا بدات انسى. يا رب اوصل يا رب. انت هتقولوا الواد بيصور ومتاخر. لا يا جماعه بعيشكوا الهم اللي انا فيه. والحمد لله بقى وصلت هناك لغايه قاعه الامتحانات، ويلا بينا نطلع نمتحن عشان هما بيمتحنوا فوق. يلا يا جماعه هخش امتحن واخرج. خرجنا من الامتحان واتحط عليا بجد. جالي اكتئاب. الامتحان جه في مستوى الواحد الدحيح. عاملين ايه يا شباب؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. بتحبوني قد ايه؟ انا بحبك قد كده قد كده. هات حضني اهو اهو بتاع تيك توك. تعالوا يا رجاله. يلا يا رجاله اهو. يلا. وبجد كنت خارج من الامتحان متضايق قوي قوي بسبب اللي حصل لي، وبجد بسبب الشباب الجميل ده مودي اتغير 1,000,000%. عشان اول لما شافوني اتبسطوا قوي ان هم عارفيني وبيحبوا الفيديوهات بتاعتي قوي. بحبكم يا شباب.